الصيغة الثابتة اللي هي مفعول object زائد be زائد used for زائد الفعل في ing. دي عشان استخدمها للأشياء العامة، بتكلم عموما، فأقول pens الأقلام are used for writing، بتستخدم ليه؟ للكتابة، يبقى اتكلمت بشكل عام. طيب تعالوا كمان نشوف آخر صيغة معانا، الصيغة السابعة عشان أتكلم عن عادات الماضي. هي لا إما بقول no longer ويجي بعدها فعل مضارع، أو أقول any longer ويجي بعدها مضارع منفي. any دايما كنا بنقول تيجي مع النفي، لما تحط any longer بقت بتيجي فعل مضارع منفي. بستخدمها بدل من ايه؟ بدل من used to. علي no longer smokes، ما عادش بيدخن. طب هنا ايه جه بعدها؟ ده مضارع، فعل مضارع عادي، او no longer جه بعدها مضارع عادي، هنا اتضاف له اس عشان هنا علي ايه بيساوي هي. طيب علي بتساوي بالظبط جملة علي used